ما رحت المتحف المصري الكبير وانا بشوف كومنتس كده اللي هو انت ازاي بتفتخري بالجدود دي، كنت تقولي ان هم جدودي دول كانوا كفره. وطبعا شفت فيديوهات طبعا اللي مش مصريين بيقولوا المصريين الحاملين للجنسيه المصريه بيفتخروا بالقدماء المصريين، ودول المفروض ما يفتخروش لان دول كفره. يعني ايه كفره؟ يعني هو كان في فرعون موسى، فرعون موسى ده اصلا ما كانش مصري، كان من الهكسوس، وربنا قضى عليه هو والجيش بتاعه. ولو كان الشعب كله كافر فكان ربنا يعني قادر انه يقضي عليه، زي ما عمل مع شعب نوح وزي ما ربنا عمل مع قوم لوط، وأكم من الشعوب ربنا أبدها وبدلهم بناس تانيين. بس ده ما حصلش مع المصريين، بل بالعكس احنا زي ما احنا جيناتنا الحمد لله يعني بنسبة 95% جيناتنا بترجع لجدودنا، فاحنا عمرنا ما هنتبرى من جدودنا. يعني احنا بنتفشخر، انا مش عارفه اقول يعني من كتر الجمال. بصوا العظمه، ايه يا جماعه العظمه دي يا جماعه؟ بصوا انا مبهوره يعني، واي حد واي مصري لازم يكون مبهور ولازم يكون بيتفشخر اصلا ان يعني جدودنا هم اللي عاملين العظمه دي. احنا ما عرفناش نعمل ربعهم، احنا ولا حاجه بالنسبه لهم، فطبيعي ان احنا نبقى مبسوطين بحاجه زي كده. تاني حاجه، كفايه كلام على الحضاره المصريه. ابتدينا الاول بالافرو سنتر وابتدوا يقولوا احنا اللي بنينا الحضاره المصريه، احنا اللي بنينا، احنا اللي عملنا، واتضح بعد كده على الرسومات الجداريه اللي برضو جدودنا عاملينها ان هم اتطردوا من مصر، وان هم كانوا داخلين عايزين يحتلونا، وان حصل حروب، وفي الاخر احنا زي ما اي محتل بيدخل بلدنا بنعرف نخرجه منها. ففكره ان انتوا تحاولوا تفهمونا اصل دول كانوا كافرين، ده امراه فرعون ذكرت في القران انها كانت يعني مؤمنه. فازاي بتحاولوا تشوهوا الحضاره المصريه القديمه؟ ازاي بتحاولوا تقولوا عليهم ان هم كفره رغم ان هم عندهم رسومات على الجدران بتقول ان هم كانوا بيعملوا مراسم دينيه، وان هم كانوا اول من نادى بالتوحيد كانوا القدماء المصريين. فمش هتشككونا في عظمه جدودنا، احنا فخورين بيها، ومش عشان فرعون واحد وما كانش مصري كان كافر فهتكفروا الشعب كله. اقول حاجه، هو ايام الفتح الاسلامي في مصر، لان احنا منتسبين للاسلام، لان عمرو بن العاص هو اللي داخل فتح مصر اللي ما يعرفش يعني. اما فتح مصر وكان لو على كلامكم ان ده كان كفر، ليه ما هدش الكلام ده كله؟ ليه ما اعتبرش ان هو ثنيه؟ ليه ما اعتبرش ان هو حاجه ضد الاسلام؟ ولكن هي معروف ان ده تاريخ ومعروف ان ده حضاره. عظمه جدودنا دي اللي العالم كله بيقف قدامها منبهر، وسارقين راس نفرتيتي وحجر رشيد ومسله من عندنا وحاجات كتير عشان يحطوا حاجه بس من عندنا في المتاحف عندهم، عشان هم ما عندهمش حاجه. دول بقى لهم اكتر من 8000 سنه. القدماء المصريين من صنعوا التاريخ، يعني العلم اللي هم وصلوا له لحد النهارده ما حدش وصل له. فاحنا مش فخورين، احنا متفشخرين.